يا صباح الخير يا احلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير او مساء الخير على كل حبايبي اللي بيشوفوني. هنعمل النهارده الطاجن الحلو ده. هنعمل لحمه وبطاطس، بس مش صينيه بطاطس عاديه، هنعملها بصوص كده حلو قوي هيعجبكم. هنغير بقى، مفيش طماطم، هنعملها بالمشروم وهنعملها بصوص الليمون والثوم وشويه توابل كده وحبشتكنات. يلا بقى نسمي الله ونشوف مقاديرنا. لايك وشير للفيديو وسبسكرايب، واللي ما فعلش الجرس يفعل عشان يوصلكوا كل جديد مني. واهلا وسهلا باي حد جديد بقناتي، شرفتوني. يلا بقى نسمي الله، ويلا ما تنسوش اللايك. اول كده حاجه معايا لحمه وقطعتها مكعبات زي ما انتوا شايفين، طبعا حسب بقى اللحمه اللي انت بتحبيها والحته اللي بتحبي تجيبي منها. ومعايا البهارات دي بتاعت ماجي، بتاع صينيه البطاطس دي، بجد حلوه جدا جدا. معايا توم باودر، ومعايا قصدي ده بصل باودر سوري، ومعايا بهارات لحمة، فلفل اسود وبابريكا وسماق، وبهارات الشاورما اللي انا دايما بحطها في الاكل ودايما بقولكوا عليها. نقول تاني، معايا بصل باودر والبهارات الشاورما وفلفل اسود وبهارات لحمة وبابريكا وسماق. هحط عليهم البهارات دي كده، هقلب بقى كل التوابل كده على بعضيها. احنا ما حطيناش توم باودر عشان احنا هنحط توم فريش، حطيت بس البصل الباودر. انا بحب اتبل اللحمه كده، حتى لو هعملها في الصينيه او حاجه بحب اتبلها، بتفرق جدا في الطعم والله يا جماعه. لو تاخدوا بالكم الصينيه دي احنا مش عاملينها ببصله، عاملينها باللحمه بس. هخلي برضو شويه توابل، هنشوف هنعمل بيهم ايه. انا بقى كنت الصبح بدري فتبلتها كده واسيبها في التلاجة بقى في العلبة كده، وهاجي كده على العصر اعملها، احطها بقى في. جبت بقى سمنة وهحط فيها اللحمة، اول حاجة اشوحها كده. قلنا نغير البطاطس، صينية البطاطس التقليدية، ونعملها بطعم تاني هتعجبكم قوي قوي قوي. ولو حابة تعمليها في لحمة أو قصدي او فراخ عادي، لو انت حابة تعمليها بالفراخ ما تعقديش نفسك معاكي. مفيش امكانية انك تجيبي لحمة، ممكن تعمليها في فراخ، تعمليها في اي حاجة انت حابة. هشوحها كده، هعلي النار عليها عشان تنزل السوائل. شايفين بقى انا حطيت توم اهو. لما اللحمه اتشوحت شويه احط معاها كده التوم. طبعا التوم احنا هنشوحه برضو مع اللحمه، بس مش هنخليه يتحرق يعني، لا هو يا دوبك ياخد تشويحه معاها. لكن انت تخيلوا بقى الريحه بجد، يعني اللحمه طبعا متبله بقالها كام ساعه وحطينا التوم دلوقتي كمان، فالدنيا حلوه قوي. زي ما قلت لكم، لو عايزين تعملوها بالفراخ اعملوها. انا بقالي كام مره كده عماله اعمل حلقات عن الطواجن، عملت لكم كذا طعم طاجن. ان شاء الله بكره هعمل لكم احتمال عكاوي. عشان كده بقى ايه، خلصت معاكم قصه الطواجن. هي طبعا الطواجن عمرها ما بتخلص يعني. حطيت كده ليمون، بس انا دايما بحب ايه اجيب لكم حاجات جديده، مش تقليديه، مش صينيه البطاطس العاديه ام طماطم. ما بحب اغير، وبحب دايما الواحد يحب يغير كده في الاكل عشان ما نزهقش وعشان نرضي كل الاطراف. عصرنا بقى الليمون اهو. يعني عملنا ايه، تبلناها وسبناها وحطيناها بعد كده في السمنة، اتشوحت على نار عالية، وبعدين حطينا الثوم وسبناها برضو تشوح شوية، وبعدين حطينا الليمون. الناس هتقولي صينية بطاطس تحطي عليها ليمون، جربوها وانتوا تعرفوا الطعم من غير ما اقولكوا. اللي يجربها يكتبلي في الكومنتات ويقولي رأيكوا ايه. انا ساعات بعملها كده من غير لحمة، بحط لها مشروم بس او من غير مشروم، بس يعني قلت اغير واعملها بالبطاطس بس. والله كانت حلوة جدا جدا. واللي حابب يعمل رز ابيض تمام، رز بشعرية شغال الاتنين عادي. خلاص بقى هحط لها المية دلوقتي واسيبها تستوي. طبعا مش هحط البطاطس خالص دلوقتي ولا مشروم ولا اي حاجة غير اما اللحمة تدخل على السوا. كتروش المية، يا دوبك اهي النص اهي.
دوك مغطية بس اللحمة. ومعايا بقى فلفل اخضر ومعايا مشروم هقطعهم. حطي بقى حامي او رومي زي ما انت عايزة. جبت بقى المشروم عشان اقطعه، ده كان اخر حاجة. هو طبعا سهل جدا في تقطيعه، بس ما تقطعهوش رفيع لان هو كده كده اصلا لو اتقطع رفيع هو عامل زي السفنج كده بيكش كده. وهيتهري منك لو قطعتيه رفيع، لازم تقطعيه تخين شويه. طبعا انا عملت لكم كذا حاجه بالمشروم عشان اللي بيحبه، انا طبعا بحبه جدا. ف عملت لكم كذا حاجه وشوربه وطواجن وحاجات بقالي فتره بعملها، علشان دي افكار اللي بيحب المشروم مش عارف يحطه في ايه. طبعا هو ليه فوائد كتيره جدا وبيقوي المناعه، وعلى فكره ده اكنك اكلتي لحمه بالظبط. طبعا كل ما يكون فريش يكون احسن. انا بصراحه ما بحبش المشروم المعلبات ده خالص، يعني جبته مره واحده في حياتي ويمكن ما اكلتوش، ما عجبنيش حتى وما اكلتش الاكل بسببه يعني. وممكن طبعا تعمليه في بيتزا، تعمليه في سندوتشات شاورما، تعمليه شوربه، تعمليه في سي فود، تعمليه في طواجن، يعني ليه استخدامات كتيره جدا. هو بيبقى حلو برضه قوي على البيتزا، على فكره لو عامله بيتزا بالجمبري كمان او الفراخ بيبقى حلو قوي عليها. خلاص بقى احنا قطعنا طبق اهو، والبطاطس اهي متقطعة مكعبات. حطينا بقى بقية التوابل اهي، بصوا على البطاطس. يعني انا حطيت في اللحمة اكتر طبعا، وحطيت البطاطس التوابل على البطاطس. اللحمة استوت نص سوا، حطيت البطاطس اهي خلاص برضو اخدت غلوة. حطيت الفلفل الرومي كده، عايزة تحطي حامي حطي براحتك. والمشروم خلاص يعني كده، الصينية يعتبر استوت خلاص. انا بس حطيت المشروم ياخد غلوة معاها وكده خلاص قوي، هتدخل الفرن. انتوا عارفين طبعا الفلفل والمشروم مش بياخدوا سوا ولا اي حاجه. طبعا حابه تشوحي المشروم وتحطيه براحتك، بس انا مش بحب اعمل كده في كل حاجه، عشان بحاول ان انا اخفف السمنه وتبقى الدنيا خفيفه. خصوصا كده كده ان هي انا حاطه لها سمنه، هي اللحمه مش دسمه، بس بقى يعني قلت كفايه السمنه اللي انا حطاها في الاول. طبعا هي بتفرق طبعا لما تشوحي المشروم بيكون احسن وكل حاجه، بس احنا بنحاول نخف يعني من السمنه وكده. هتسيبها تغلي غلوة بقى واطفي عليها. خلاص بقى طفيت عليها وقلبتها وحطيتها في طاجن البايركس ده، وحطيت فلفل كده فوق الوش، وهدخلها بس الشواية لمدة 10. تعالوا بقى نعمل الرز. هحمر الشعرية، حطيت سمنة، حطيت معلقة زيت كده واحدة بس معاها، وهحمر الشعرية. الشعرية اتحمرت، شعرية الرز ما بتبقاش غامقة، وحطينا الرز. الشعرية لازم يبقى لونها دهبي عشان ما تغمقش الرز معاكي. الشعرية بتاعة الشوربة هي اللي تغمقيها، عشان كده كده هتفتحها معاكي اول لسان عصفور. لكن بتاعة الرز لازم تبقى لونها ذهبي كده غامق شوية، عشان تاخد كمان. يعني اعملي حسابك ان انتي هتشوحي الرز معاها. هحط كده ورقتين ماجي، اي بقى حاجة انت عندك، كنور ماجي باين فوق اللي انت حابة يعني بتستعمليه حطيه. انا بصراحة ما اعرفش اعمل رز من غير ما احط ماجي او كنور او اي حاجة من الحاجات دي. بحط ملح كده. عندك شوربة هتسقيها، ما عندكيش هتحطي مية عادي. بديها برضو تشويحة جامد الرز. لو انتي مش حابة تشوحي الرز برضو براحتك، بس والله حلو بيفرق جدا في الطعم. وكمان لما بتيجي تشوحيه بيتغلف بالسمنة وما بيعجنش معاكي، للناس المبتدئة اللي مبتعرفش تعمل الرز. وطبعا الرز المصري بياخد كوباية مية مع كوباية الرز. البسمتي لو منقوع هتحطي كوباية ونص، لو مش نقعاه هتحطي كوبايتين مية. هنحط كده المية يدوبك المية تغطي الرز بس عشان ما يعجنش منك. ما تكتريش المية في الرز عشان ما يعجنش منك. هيغلي غلوة وبعدين هوطي عليه، لما يبقى فيه نسبة مية بسيطة قوي هحطه على العين الصغيرة واسيبه. وبعد 10 دقايق لو الرز بياخد معاكي مية هتحطيله مثلا نص كوباية مية تاني. ما كانش كده خلاص اكلنا خلص.
كانت حلقة حلوة واكلة خفيفة وسريعة وطعمها جديد، والصينية كانت فكرتها حلوة والله، جربوها هتعجبكم جدا، وخصوصا اللي بياكل، اللي بيحب الاكل من غير بصل او خفيف او كده. آه الصوص الليمون والثوم بجد مديها طعم حلو جدا، والمشروم كمان وكان حلو. بصوا اللحمة استوت، كانت دايبة بجد يعني. و المشروم والله كان حلو قوي معاه. البطاطس اهي كمان، بس طبعا كانت سخنة. يا رب النهارده يكون الاكل عجبكم. لايك وشير للفيديو وسبسكرايب، واللي ما فعلش الجرس يفعله، واقول لكم سلام عليكم.